السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أم صالح العشاق القهوة. جبت لكم أحسن وألذ تحلية بالقهوة، كتجي كريمية وكتجي لذيذة بجوج طبقات. رائعة للسحور ديال رمضان إن شاء الله. خليكم مع المقادير والطريقة وفرجة ممتعة. واللي كيشوف القناة ديالي لأول مرة ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبالمقادير نبداو ان شاء الله. عندي نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار مملوئين جيدا ديال المايزينا، معلقه كبيره ديال نسكافيه قهوه سريعه الذوبان، 3 المعالق ديال السكر سنيده، وكيس ديال سكر الفانيلا. بالنسبه هنايا السكر درت 3 ديال المعالق لان كتكون القهوه المذاق ديالها مر ضروري كنديروا شويه السكر بزيت. وهنا كيف قلت لكم النشا عندي 2 معالق كبار عامرين جيدا باش هكا تجيكم تحليه ديالكم عاقده. كندير في المكونات كلشي في الحليب بارد، كنخلطهم بحال هكا حتى كتذوب ليا هذيك النشا، وكنحطو فوق البوطه على نار مهيله، ومع التحريك المستمر حتى كتعقد هاد التحليه ديالنا وكنحيدوه. كنخليو التحليه ديالنا فوق البوطه وما كنغفلوش عليها، مره كنحركوها. كناخذوا الكؤوس اللي غادي نقدموا فيهم التحليه ديالنا، كنضيف ليهم بحال هكا قطع ديال البسكوي، كتكون بحال هكا قطعه اللي هي صاينه. ديروا اي نوع ديال البسكوي نتوما كتفضلوا، وديروا اي نوع ديال الكؤوس نتوما كتفضلوا. غادي ندير فيهم بحال هكا هاد البسكوي وكنخليهم جانبا حتى توجد لينا التحليه ديالنا. وكيف قلت لكم ما تغفلوش عليها، تحريك مستمر باش هكا ما تلصقش معكم التحليه. بعد ما كتوجد كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا عاقده. تقدروا في هذه المرحله هذه تضيفوا ليها واحد المعلقه ديال الزبده الا بغيتوها، الا ما بغيتوش تقدروا تستغناو عليها كيف ما درت انا هنا، راني ما ضفتهاش صافي. وكنفرغ التحليه ديالي في الكؤوس فوق من هذا البسكوي هذا، وغادي نخليها جانبا كتبرد. غادي نخليها جانبا كتبرد حتى كتبرد ليا هاد الطبقه الاولى. عاد كندير الطبقه الثانيه، ما نديروهاش دابا وهي مازال باقا سخونه. كيف قلت لكم غادي نفرغها في الكيسان ونخليها جانبا حتى كتبرد ليا وكتعقد هاد التحليه هذه. عاد كندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه الطبقه الثانيه اللي غادي نحضروا ديال القهوه حتى هي، عندي هنا كاس كبير ديال العنبه ديال الماء، كنضيف ليه 2 معالق ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان. وهاد التحليه هذه كتجي خطيره وكتجي لذيذه، غير جربوها اكيد غادي تعجبكم. غادي نضيف هنا فلان ديال الشوكولات او فلان بالنكهه ديال الشوكولات. غادي نحرك هاد المكونات هادو كاملين وغادي نحطهم فوق البوطه حتى كتغلي وتعاود هاد الفلان ديالنا. هنا راه ما كيعقدش، غير نخليوه يغلى واحد شويه ويعاود صافي، وكنحيدوه من فوق البوطه. ضروري انا نخلطوه بحال هكا مزيان في الحليب بارد. عاد كنحطوه فوق البوطه وبعد ما كيغلي ويعاود كنحيدوه. وغادي نضيف ليه 4 القطع ديال الشوكولات هنايا ديال هاد القطع هادو الشوكولات يكون نوعيه جيده. هنا انا درت شوكولات ديال غالا. كنبقى كنحرك بحال هكا حتى كيذوب كاع هذوك القطع ديال الشوكولات. صافي هنا كما شفتوا هذاك الشوكولات راه هو داب. وغادي نفرغ هاد الخليط هذا، غادي نفرغه فوق من الكؤوس ديالي. كما شفتوا هنايا الكريمه ديالي راه هي عقادت، او التحليه ديالي راه هي عقادت، واخا كتبان لكم انها عاقده ولكن هي كتجي كريميه، ما كتجيش قاصحه بزاف. صافي غادي نفرغو هنايا فوق من هاد الطبقه هذه، وكنخليهم كيبردوا جانبا حتى كيبردوا مزيان، وعاد ندخلوهم للثلاجه مره اخرى كيعاودوا يبردوا. ملي نبغيو نقدموهم غادي نزينوهم. صافي غادي نخليهم يبردوا. بعد ما تبردوا وتعقد هاد الطبقه الثانيه غادي نعاود نتلاقى معكم. وهنا كما شفتوا هنايا هي تماسكات هاد الطبقات بجوج، كيجيو على هاد الشكل هذا. كتجي تحليه راقيه وكيجي المنظر ديالها رائع والمذاق ديالها اكيد اروع صراحه. كتجي زوينه هاد التحليه دي، غير جربوها.
بالنسبه للزين هنا اختياري، نفس الشوكولاط اللي درت في التحليه ديالي هو اللي شديته حكيته بحال هكا في الحكاكه رقيقه، وغادي نديرو كتبقى بحال هكا في الاخير. والتزيين كيبقى اختياري، زينو باش ما بغيتو، تقدروا تزينوا بالبسكوي اولا تزينوا بحبيبات ديال الشوكولاط بحال هكا كيكونوا الوان، ولا يعني باش ما زينتو. انا زينتها بحال هكا غير بالشوكولاط. صافي غادي نكمل ليها التزيين ديالها بحال هكا كاملين، وغنخليهم يبردوا مره اخرى حتى الوقت اللي كنبغيو نحضروهم. صافي نبغيو نحطوهم عفوا وكنحطوهم كنقدموهم، يعني كيكونوا على هذا الشكل هذا. وغادي نوريكم كيفاش كيجي القوام ديالها من الداخل. كيف قلت لكم الطبقه الفوقانيه كتجي قابطه في راسها وكتجي متماسكه، والتحليه لتحت كتجي كريميه. شوفوا كيفاش كيجيو، المنظر ديالها الصراحه كيجي رائع، والمذاق ديالها اروع. غادي نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي كريميه ديك التحليه ديالنا. وهنا هاد الطبقه ديال الفلون كتجي قابطه في راسها وكتجي عاقده. المذاق ديالها كيجي رائع رائع رائع. نتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا بها في السحور ديالكم، لانها فعلا كتستحق التجربه. الفيديو ديالنا هنا وصل للنهايه ديالو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا ولو غير بالقليل. ما تنسونيش من لايك فضلا وليس امرا. بسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.